اخواتي الحلوين الصغيرين اللي في ثانويه عامه او اللي بيمتحنوا اي امتحانات، مبدئيا احب اقول لكم معنى ان انتوا وصلتوا لشهر 6 ده وانتوا صامدين وثابتين وبتسمعوا الفيديو ده في حد ذاته انجاز عظيم جدا. ثانيا، شهر 6 ده كان بالنسبه لي كنت بعيط فيه طول ما انا راجع من الدروس والمذاكره والامتحانات، فعارف ان هي سنه صعبه ومتعبه نفسيا وجسديا، لكن انا جاي اقول لكم ربنا كريم جدا وربنا حنين، وربنا مجهز لكل حد فيكم المكان الصح اللي هيكمل فيه. حتى لو مجموعك مش هيعجبك او حتى كان قليل، لما تدخل الكليه اللي ربنا اختارها لك هتعرف ان ده مكانك الصح، وربنا كمان شايفك فيه وشايف فيك حاجات انت مش شايفها في نفسك. طب تعالوا اقول لكم بقى شويه نصايح وبعدين نرجع نتكلم تاني. نصايح نفسيه مهمه جدا. اول حاجه في المذاكره قرب من ربنا. الصلاه والطلبات والدعوات وانتوا رايحين درس وانتوا بتذاكروا بتفرق في نفسيتكم جدا وبتطمن قلبكم، وخصوصا اسمع الدعوات الحلوه اللي بتسمعوها من اهاليكم ومن الناس اللي حواليكم لما يقولوا لكم روحوا يا ابني ربنا ينجحكم ويفرحكم. 2، بلاش جلد ذات. اوعوا جلد الذات. اعتبروا كل يوم هو صفحه جديده بيضه، ملاش دعوه باليوم اللي قبله. ما تلومش نفسك اصل امبارح ضيعت وقت، اصل امبارح ما ذاكرتش. لا، طاقتك النهارده مش زي طاقتك امبارح، مش زي طاقتك بكره، وده طبيعي جدا. قدر نفسك وقدر مجهودك وقدر تعبك، ومهما كان قليل اشكر ربنا على مجهودك القليل، والنهارده هو يوم جديد. 3، كافئ نفسك. كل ما تحس نفسك انك راضي عن نفسك وعن مذاكرتك واجابتك في اي امتحان، انزل كافئ نفسك. هات لنفسك شوكولاته، اعزم نفسك على كوكتيل، دلع نفسك، اخرج خروجه عنهم حد حوش. وانت نفسك كل ما هتدلعها نفسك هترضى عنك بقى وتدلعك وتبسطك وتشجعك انك تذاكر اكتر. 4، حاول على قد ما تقدر تعمل تو دو ليست، ورقه كده الصبح صغيره بعد ما تشرب القهوه او الشاي بتاعك، واكتب اسم الدرس اللي انت بتذاكره او الماده اللي انت هتذاكرها. النهارده هذاكر ماده كذا وهذاكر دروس كذا كذا، وما تزودش عن 3 دروس عشان ما تضغطش على نفسك وتحبط مره تانيه. 5، لو حسيت ان تركيزك قل في المكان اللي انت قاعد فيه انقل على مكان تاني. حسيت ان تركيزك قليل في البيت، انزل ذاكر في مكان بره البيت، روح نادي، روح مكان بتحبه، غير جو كده وذاكر في مكان جديد. 6، قبل امتحان بتحس ان انت نسيت كل اللي انت ذاكرته. اول حاجه ده طبيعي، وما تخافش وما تزعلش وما تتخضش. اول ما تمسك ورقه الامتحان هتسترجع الذكريات وتجاوب كويس، بس ده سببه ايه عشان نعرف. الخوف والقلق الزايد، عدم التغذيه الجيده، الاعتماد على الوجبات السريعه اللي انت بتجيبها بره البيت، عدم شرب كميات كبيره من الميه. كل دي اسباب بتخليك ان انت ما بتعرفش تركز. كمان عدد ساعات النوم الغير كافي، اني بنام اقل من 6 ساعات وده مش كويس خالص. طب شويه نصائح المذاكره. بصوا بقى، تظبط المنبه ساعه، كل ما تيجي تذاكر ساعه تاخد بريك ربع ساعه، بس من فضلك ربع ساعه بس بليز عشان خاطر. اكتر من كده ما تسوقش فيها، وفي الربع ساعه دي ما تفتحش نت، لان النت هياخد منك ساعه او ساعتين. وعشان ما تفتحش نت، في ابلكيشن على الموبايل اسمه فليب FLIB، ده هيساعدك ان انت ما تفتحش نت وينظم لك وقتك. بعد كده اشرح نفسك بصوت عالي، وعلي صوتك، ما تخافش، واللي مش عارف ينام عنه ما ينام، علي صوتك وذاكر. وكمان لو خلصت مذاكره بقى روح لخص الشرح في ريكورد على الموبايل، ده يثبت المعلومه في دماغك وهيسهل عليك حاجات كتير جدا. بعد كده لازم تفهم نوع ذاكرتك. يعني انا لما بكتب المعلومه بتلزق وبتثبت اكتر، ولا لما بسمع كتير المعلومه بتثبت كتير؟ مش عارف، جرب دي وجرب دي، شوف انهي بتثبت معاك اكتر واعمل كده. بعد كده حل اسئله كتير، ودي حاجه مهمه جدا، وحل بذكاء وتركيز، وما تقعدش بقى تلاقي سؤال انت مش فهمته تقعد فيه ساعه، عديه ما تاخدش وقت فيه، وشوف سؤال غيره وارجع له مره تانية. بعدين في الامتحانات الحاجه اللي انتوا حافظينها دايما، ابدا بس بالاسئله السهله والاسئله الصعبه في الاخر عشان ما تحبطش. واخيرا حط هدف قدامك بس ما تتعلقش بيه، سيب ربنا هو اللي يختار. قول يا رب انا راضي وواثق ومطمن، حتى لو حاسس ان جوايا خايف، بس جوايا صوت بيقول لي انا مطمن عشان انت معايا. وكل واحد فيكم جواه بطل صغير
هيقدر يوصل، وهتفرحوا وتفرحوا حبايبكم اللي منتظرين يفرحوا. بالنجاح والتوفيق لكل الطلبة اللي بيمتحنوا ثانوية عامة أو أي امتحانات تانية.